اوعي تغلطي الغلطة دي تاني وانت بتقشريه. النهاردة بقى جايبالك اسرع طريقة لتقشير التوم في اقل من لمح البصر. حتى لو قدامك 50 كيلو مش هياخدوا منك ازيد من نص ساعة. حطي السكر على التوم وعينك ما تشوف الا النور. انا عارفة ان انت ما شفتهاش قبل كده، فتعالي بقى شوفي الجديد. وقبل ما ابدأ الفيديو، الله يسعد قلبك اللي تحطي لي لايك للفيديو وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قولوا امين يا حبايبي. في الاول انا معايا هنا 2 كيلو من التوم. هجيبه وهبدأ ان انا اخلي كل حبة توم لوحدها بس كده وخلاص. مش هعمل اكتر من كده. تمام اوي كده بفصصه. واي طينة او اي حاجة موجودة فيه والورق وكمان اللي هو الغلاف بتاعه ده، هبدأ ان انا يعني اشيله كده اخرجه بره. انا مش عاوزة بس غير الفصوص بتاعة التوم بالشكل ده. شايفين بالطريقة دي. بعد كده هاخده اغسله، وطبعا لازم اغسله لان مهما يكون نضيف بيكون فيه طينة او اتربة. فهغسله مرة واتنين لغاية ما يبقى معايا نضيف. بعد كده بقى هبدأ ان انا اجيب معلقتين اتنين من الملح، وبنفس المعلقة معلقتين اتنين من السكر، عليهم كمان معلقة واحدة من الخل. هقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنزل عليهم بقى بالمية، مية عادية خالص من الحنفية. انا نزلت ب3 رتل من المية وقلبت بقى الملح والسكر والخل مع المية كويس جدا لغاية ما دابوا معايا. وبعدين هنزل بقى بالثوم اللي انا اصلا غسلاه بالفعل. تمام اوي كده. هسيبه بس لمدة تلت ساعة. بعد التلت ساعة بقى هبدأ ان انا اقشر. انا عاوزة اقول لكم ان انتي مش هتلحقي تمسكي حبة التوم نفسها، هتلاقي ان القشرة ثابت زي ما انتوا شايفين. طب لو قدامك مهما يكون قدامك كمية كبيرة، حتى لو التوم بتاعك صغير ما ياخدش معاكي اي وقت خالص. ليه؟ لان اصلا السكر مع الخل والملح بيخلوا قشرة التوم تدوب تماما وتسيب من حبة التوم، وفي نفس الوقت ما بتأثرش عليها خالص. اللهم بارك. انا خلصت كل الكمية في وقت زي ما انتوا شايفين قدامكم. انا كنت خلصت حوالي يعني التلت او ازيد كمان. خلصت بقى كل كمية التوم واللهم بارك. يعني جميل. هقول لكم كمان على طرق لحفظ التوم. اول طريقة انا بحفظ فيها التوم عشان تحفظي التوم بتاعك فصوص كده ومن غير ما يدخل في فريزر ولا اي حاجه. هاتي البرطمان بتاعك بالشكل ده كده وغطيه بالزيت، اي نوع زيت. والزيت اللي انت هتغطي بيه التوم ده مش هتكبيه ولا هترميه. الزيت ده هتستخدميه عادي ما فيش مشكله، بس هو حاليا حفظ التوم. التوم اللي انت نقعتيه كده في الزيت ده بيستنى معاكي بقى في باب التلاجة لغاية كمان 5 شهور. حبة التوم هتخرجيها صحيحة زي ما هي. بقية التوم انا خدته في الكبة وبدأت ان انا افرمه ناعم بالشكل ده، وضفت عليه معلقة من الملح وكمان عليها معلقة من السكر. نفس كمية الملح هي نفس كمية السكر. هاخده بقى كده في الاكياس، وطبعا ممكن تعمليه في البرطمان برضه، بس انا بفضل الاكياس لان بيخرج معايا المكعب التوم. باخده كده مكعب مكعب من غير بقى ما افضل ان انا اخرج بالمعلقة. انا بعمله كده بقسمه لمكعبات وبدخله الفريزر. اول ما بيجمد بيخرج معانا وليه مكعبات شكلها حلو جدا وممتازة ومرتبة. واللهم بارك. شايفين؟ وبيفضل معاكي نفس اللون القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. اهم حاجة ان انت لما قشرتيه بسرعة، ما سبتوش لغاية ما يصفر، يعني ما قشرتيش على مرتين او على مراحل. فيفضل معاكي اللهم بارك لونه حلو وممتاز زي ما انتوا شايفين. يبقى انا كده جبت لكم الطريقتين، واتمنى لو الفيديو بقى عجبكم ما تبخلوش عليا ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لول.